بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأهلا بيكم. حلقة النهاردة هنتكلم عن الراحلين من النادي الأهلي بطلب من مارسيل كولر، وهقول لك موقف محمد مجدي قفشة. كمان هركز على نقاط مهمة جدا بخصوص مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وقول لي رأيك في التعليقات. طيب خلونا نبدأ كده بملف الراحلين، وفي 4 لاعبين عقودهم هتنتهي مع النادي الأهلي الفترة الجاية ومحتاجين يحددوا موقفهم، اللي هم حسين الشحات، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة وأيمن أشرف. مارسيل كولر طلب التجديد لكل من ياسر إبراهيم وحسين الشحات، هو مش محتاج رامي ربيعة وأيمن أشرف. ولكن كابتن الخطيب شايف ان ربيعة وايمن لعيبة عندهم خبرات وهيفيدوا الفريق في حالة التجديد ليهم. على العموم ايمن اشرف عنده عروض كتير في الدوري المصري، ورامي ربيعة تلقى عرضين من الدوري السعودي. ان شاء الله الفترة الجاية هيتم تحديد موقفهم بشكل نهائي. طيب هنتقل دلوقتي الى اللاعب محمود كهربا. وكهربا تلقى عرض رسمي من فريق الشارقة الاماراتي اعارة لمدة موسم، وفي اتجاه قوي داخل النادي الاهلي على رحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي من اجل الحصول على مقابل مادي لمساعدة كهربا في دفع الغرامة لنادي الزمالك وحل مشاكله مع الفيفا. ينتقل الى فريق الشارقة اعارة لمدة عام، وبعد كده يرجع تاني للفريق للنادي الاهلي بقى يكون مركز اكتر من كده في القلعة الحمراء بعد حل مشاكله مع نادي الزمالك ودفع الغرامة. طيب أما عن اللاعب محمد مجدي قفشة، قفشة تلقى عروض أوروبية الفترة السابقة من دوريات مختلفة. تلقى عروض من الدوري التركي والبلجيكي والاسكتلندي، واللاعب عنده رغبة كبيرة على خوض تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية. هو أصلا غضبان جدا جدا من جماهير النادي الأهلي بسبب الهجوم المستمر والانتقاد القاسي. على فكرة قفشة حاليا بيقدم أداء سيء مع النادي الأهلي، غير مؤثر مع الفريق، بمعنى أصح كده مش ماشية معاه. بنسبة كبيرة قفشة هيرحل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي، هيغادر الفريق مع نهاية الموسم. هو عنده رغبة على خوض تجربة في الملاعب الأوروبية، الاحتراف الخارجي، هنشوف بقى. ولكن إدارة النادي الأهلي هي كمان بترحب جدا جدا برحيل محمد مجدي قفشة إن شاء الله في الميركاتو الصيفي، لأنه حاليا مش مفيد للنادي الأهلي. طيب دلوقتي هنتقل إلى مباراة الأهلي والداخلية وغيابات الأهلي أمام الداخلية: برونو سافيو، عمرو السولية، محمود متولي، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد، أكرم توفيق. 7 لاعبين خارج المباراة. تشكيل الأهلي المتوقع أمام فريق الداخلية: في الحراسة محمد شناوي، خط الدفاع علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خط الوسط اليو ديانج، مروان عطية، أحمد قندوسي، في الجانب الهجومي طاهر محمد طاهر، محمد شريف ومحمود كهربا. 5 تغييرات في تشكيل النادي الأهلي المباراة القادمة أمام الداخلية في الدوري المصري: الأهلي في المركز الأول 40 نقطة من 16 مباراة، والداخلية في المركز ال15 16 نقطة من 19 مباراة. المباراة إن شاء الله في المتناول بالنسبة للنادي الأهلي، نقدر نكسب ونقدر نعمل سكور كمان، نكسب بنتيجة كبيرة يعني. ولكن المشكلة دلوقتي في البطولة الإفريقية، والمجموعة اتصعبت جدا جدا، وزي ما قلت لك قبل كده احنا اللي عملنا كده في نفسنا. يعني ازاي؟ الأهلي خسر من الهلال في السودان، وبعد كده جينا مصر اتعادلنا امام سان داونز 2-2. طبعا انا معاك ان جودة اللاعبين مش احسن حاجة، وفي اخطاء فردية واضحة من لاعبي النادي الاهلي، ولكن برضو مارسيل كولر مدرب عنيد جدا جدا، قراراته حتى غريبة وقناعاته غريبة. يعني هو مقتنع قوي ببيرسي تاو، دايما بيلعبه اساسي، دايما تاو بيشارك اساسي مع النادي الاهلي في الماتشات الافريقية. استبعاده المستمر لشادي حسين وايمن اشرف. ايمن اشرف طبعا في الاول وفي الاخر لاعب كبير وعنده الخبرات ويقدر يفيد النادي الاهلي
في مركز الستوبر مساك او ظهير ايسر مكان علي معلول. وعلي معلول طبعا واقع بدنيا، خلي بالك يعني المعدل البدني مهم جدا لاي لاعب. علي معلول اصلا ضعيف في الجانب الدفاعي، فهو بيلعب معظم الماتشات في يعني ضغط على اللاعب وسنه كبر. المفروض يكون في بديل بقى يعني بنفس الكفاءة او بديل سوبر. محمد اشرف لاعب ما عندوش خبرات، يعني ما يقدرش يلعب في ماتشات كبيرة افريقية. ايمن لاعب عنده ثقة وعنده تجارب كتير مع النادي الاهلي وشفناه طبعا قبل كده. ايمن اشرف لاعب جوكر، بيقدر يلعب مساك او ظهير ايسر او ديفندر رقم 6، لاعب كبير. بس كولر بقى يعني طلب حتى رحيله، خلي بالك كولر طلب رحيل ايمن اشرف ورامي ربيعة وبرونو سافيو بنسبة 90% هيغادر النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي. والاهلي من دلوقت بيبحث عن عرض كبير لبرونو سافيو عشان ما يكونش فيه خسائر مادية. يعني المدرب مش قادر يتعامل في الماتشات الافريقية. كولر في الماتشات الافريقية ضعيف جدا، تقييمه سيء. قدام الهلال ما عملش حاجة، قدام سان داونز في ارضك كنت متقدم 2-1 ما عرفتش حتى تحافظ على النتيجة، والتغييرات ما كانتش كويسة. يعني اتعادلنا 2-2 وكنا ممكن نخسر، وفريق سان داونز لعب علينا. يعني هم وصلوا للشناوي اكتر من مرة، كانوا يقدروا يسجلوا اكتر من 3-4 اهداف كمان، ولكن الحمد لله ربنا ستر وتعادلنا 2-2. يعني محتاجين نكسب ال4 ماتشات الجايين في البطولة الافريقية. عندنا طبعا ماتشين القطن، ماتش الهلال وماتش سان داونز. عندنا ماتش سان داونز هناك في افريقيا، في جنوب افريقيا. طب احنا تعادلنا معاهم هنا، هنعمل ايه هناك في الجو الحر في الملاعب الصعبة؟ رغم ان جنوب افريقيا يعني الملاعب كويسة بشكل كبير. كولر محتاج يركز اكتر من كده مع النادي الاهلي الفترة الجاية فعلا. يعني عشان نقدر نكسب البطولة الافريقية لازم يذاكر الاخصام احسن من كده، لان يعني المنافسة محليا غير المنافسة افريقيا. خلي بالك الدوري المصري بنسبة كبيرة ان شاء الله هيكون في الجزيرة الموسم ده، لان الاهلي في الدوري بيأدي بشكل كويس وما عندكش انت منافس يرعبك، ما عندكش منافس يخوفك. نادي الزمالك عندهم مشاكل كبيرة وفي أزمات ومفيش استقرار. بيراميدز وفيوتشر على استحياء كده بنفسه، ولكن إن شاء الله الدوري في الجزيرة. الكلام دلوقتي على البطولة الأفريقية، الكلام على دوري أبطال أفريقيا اللي طبعا يعني صعب. أنا شفت ماتش الترجي والزمالك وشفت طبعا الأهلي وسان داونز، لا في فرق صعبة وفرق كبيرة وفرق عندهم عناصر. يعني أنت شفت فريق سان داونز عندهم 3-4 لعيبه في الجانب الهجومي، حاجه يعني ما شاء الله، لعيبه مرعبه. شالولايل او الاثنين 3 كمان زواني، لعيبه سوبر. وطبعا النهارده انا اتكلمت عن محمد مجدي قفشه واتكلمنا عن الراحلين وكهربا ويعني ملف التجديد. قفشه يا جماعه يعني مش قادر يستحمل انتقاد الجماهير، والكلام ده مش مطلوب طبعا، لان لاعب النادي الاهلي ده لازم يتحمل الضغوطات والاعلام ولازم يتقبل الاراء والهجوم والانتقاد. لان قبل كده جمهور النادي الاهلي رفع قفشه في السماء. القضيه ممكن خلاص بقى، انت يعني عاوز اقول لك اتمدحت كتير. النادي الاهلي طبعا الجماهير يعني عظموا قفشه بعد هدفه في نادي الزمالك، والقضيه ممكن والدنيا اتقلبت واللاعب خد شهرة غير طبيعية اصلا. يعني لان قفشه قبل الماتش ده، قبل نهائي القرن، كان اداؤه برضو على فترات غير ثابت كده، فسجل الهدف في نادي الزمالك. خلاص بقى القضية ممكن. عصام الشوالي الدنيا بص مفيش، واللاعب ما شاء الله تصيط بمعنى اصح. دلوقتي الجمهور محتاج اداء. خلي بالك يعني قصة ارد على الجماهير واطلع انزل بوستات او ارد او ابرر، لا، الملعب ردك يكون في الملعب في المستطيل بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. عاوزك تقولي في التعليقات رأيك في رحيل اللاعب الدولي محمد مجدي قفشه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. شكرا لكم، السلام عليكم.